السلام عليكم يا اخواتي. الصراحه انا قاعد في امان الله، مش فاهم اي حاجه في اي حاجه، ومش لاقي حاجه اعملها الصراحه. فقلت لما اطلع اديكم نصائح عن الثانويه العامه. انا دلوقتي شخص في ثالثه ثانوي، امتحاناتي باذن الله يوم 21/6 الجاي. ما اعرفش حاجه عن فيزياء، كيمياء، انجليزي، رياضه. هتقول لي طب ناقص ايه؟ اقول لك انا اللي عيل ناقص، لا مؤاخذه. لا لا، مفيش منه، اللي ناقص العربي مش انا. يعني ايه؟ باذن الله لو دخلت امتحان العربي ممكن اجيب النص، الباقي باذن الله تعالى اجيب درجات بالسالب. فواضح جدا ان انا شاب متفوق واديكم نصائح كويسه جدا، فلازم تعملوا بيها يعني. والحقيقه انا مش مرتب اي حاجه اقولها، زي ما قلت لكم فيديو عشوائي جدا، او ما قلتش مش فاكر. بس هو طالما فتحت الكاميرا وهصور يبقى خلاص هينزل باذن الله يعني نعيشنا. فدلوقتي هتسالني هتلم المواد اللي وراك دي ازاي؟ اقول لك انت شايف حاجه ورايا؟ هنهزر مع بعض يعني؟ انت شايف مواد ورايا؟ دي مواد اخس. بص انا هقول لك على اللي انا هعمله، ومش شرط انت تعمل زيه. انا هطنش. تقول لي ما انت اصلا مطنش. اقول لك لا، ما انا هطنش اكتر. يعني عايز اوصل لمرحله ان انا ابقى انسان كاني عايش بمخدر، والعياذ بالله. مخدر من اللي هو البنجو، مش حاجه تانية. عايش عامل كده حرفيا يعني. يابا طنش دي، انا مش بقول لك انت، بقول لنفسي انا اطنش. انا اطنش، انت ما تطنش. انت بقى مطلوب منك تهتم بدراستك وتعليمك الصراحه يعني، لانك لما عملتش كده مش هيبقى عندك دم الصراحه. تقعد يا عم لا مؤاخذه قطع نفسك يعني وولع الدنيا يعني. مش فاهم. ذاكر، اجتهد يا اسطى. ايه ما عندكش وقت تجتهد؟ فضيل انت بس تقعد تعمل فيديوهات زي العبيط كده. فالمهم الثانويه العامه ايه عندنا في مصر لغز لا مؤاخذه حار العلماء، لان الصراحه يا جدعان التعليم سيء. كده انا مش بقول كده عشان انا فاشل يعني، بس هو سيء عامه. بص والله يا جدعان، انا هحكي لكم حوار محدش مهتم يسمعه انا، بس ايه هحكي له. انا والله بدات السنه دي شاطر وزي الفل وامور والدنيا جميله يعني. والله يا جدعان بدات انا ما كنتش، انا في اولى وثانيه ثانوي ما كنتش اعرف حاجه عن الكيمياء. دخلت في ثالثه ثانوي وكنت بقفل كيمياء طبعا، دروس مش شوامل. فكنت كويس جدا، كنت بذاكر. ما اعرفش انا كنت بذاكر ازاي، ومش فاكر ده حصل ازاي، ومش عارف ايه الخطوه اللي انا خدتها عشان اعمل كده. بس هو اللي حصل بقى. بس فجاه والله لقيت نفسي بذاكر والدنيا ماشيه معايا، فقلت برضه اما اجرب في بقيه المواد. بقيت كويس نوعا ما في بقيه المواد. قعدت على الحال دوت مثلا شهر شهرين، وده مفهوم الاستمراريه عندي. بعد كده اخدت دروب ابن لذينه وركبت الزحلية. فطبعا يعني في حاله لا احسد عليها لنا ولا زمايلي الصراحه، لان احنا كلنا حصل معانا نفس الحوار. فكان موضوع غريب جدا يعني. مش الموضوع الغريب ان انا ما بقتش اذاكر، الموضوع الغريب ان انا بقيت اذاكر. فانا مش عارف، انا حاسس بالخزي والعار الصراحه يعني. مش عارف ايه اللي خلاني اسيب المذاكره، بس الحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا. فوالله يا ابني اقول لك بس، لو هديك نصيحه اقول لك ما تبداش السنه غشيم قوي. مع ان انا كنت عارف وكنت بنصح اصحابي كده من اول السنه، لان شفت ناس كتير جدا بتقول كده. بس انا ما ركزتش مع الموضوع الصراحه. انا لقيت الدنيا ماشيه سهله معايا، فقلت اتغاشم. اتغشمت، جت عليا بخساره جامد يعني قوي. فالصراحه كان موضوع صعب، وكان موضوع غشيم قوي على الواحد، وللاسف الموضوع تعب الواحد نفسيا، مع ان والله العظيم جبله. خدوا بالكم السنه ذات نفسها مش متعبه نفسيا على قد ما اللي انا عملته في نفسي هو اللي متعب. فانت ايه، ابدا واحده واحده يعني، خدها واحده واحده. طبعا للبغل اللي في ثانيه ثانوي واللي داخل ثالث ثانوي والسنه الجايه فاشل. موضوع الصراحه موضوع مش صعب، مش فعليا مش صعب، والسنه المناهجه مش صعبه يعني. الصراحه في مستوى الطالب العبيط يعني، الدليل على كده ان انا ذاكرت وعرفت اجيب درجات في اول سنه. بس مش هكدب عليك، انا ما فهمتش حاجه في الفيزياء. فانا لو حد بيفهم فيزياء عرفني بقى، لان انا الصراحه مش فاهم يعني. انا مش هكدب عليك، انا من اول السنه ما فهمتش ولا حرف. دخلت في الفيزياء ما فهمتش ايه اللي بيتقال اصلا فيه. بس الكيمياء كانت لذيذه والله، والانجليزي كان زي الفل، والرياضه اهي، والعربي كان زي العنب. ايه اللي حصل بقى من ربنا ما اعرف. بس هو فجأة من كتر الضغط اللي انت بتحطه على نفسك بتلاقي نفسك هيست. وانا الصراحه شخص لا ليا في الاكتئاب ولا ليا في العبط ده، ده بالنسبه لي عبط. فاول مره احس بضغط وقتها، وانا انسان لما بحس بضغط او اكتئاب او كلام من دوت بطلع نفسي منه بسرعه، ايا كانت النتائج. فالنتيجه جت على كده ان انا ما ذاكرتش ولا فتحت كتاب، والحمد لله مبسوط والدنيا تمام. حتى لو سقطت السنه دي عادي لا قدر الله يعني. هتقول لي بقى هتعمل ايه، ولا هتحاول تلم ازاي، ولا هتعمل زي ما قلت لك في الاول، مضطر اطنش. سواء نجحت سقطت حصل اللي حصل عادي، لان 100% المحاوله ملهاش فايده. الكلام ده في حالتي انا، لكن لو انت خدت الدروس كلها والدنيا معاك تمام، لا انت محتاج تراجع جامد. لكن انا في حاجات كتير مفوتها مني يعني. فالصراحه يعني مش عارف اقول ايه. في حمار عمال ينهق بره، وفي سجاده ورايا فده الصراحه فيديو عشوائي، انا مش عارف هو كام دقيقه، ولا عارف الدنيا ماشيه فيه ازاي. بس الصراحه قلت اما اصوره وربنا يجعله يعني ايه ميزان حسناتي لو في حاجه مفيده. وادعوا لي عشان لو ما فيهوش حاجه مفيده ربنا يغفر لي يعني. بالله عليك، وزي ما قلت لكم واحده واحده، بلاش تضغط نفسك. نفسيتك اهم من اي حاجه. في نفس الوقت وازن بين الدنيا، قرب من ربنا يعني، تبقى مهتم بالدنيا والدين. وده
الفايده الوحيده اللي انا طلعت بقى من السنه دي ان انا لما اتضغطت نفسيا ولقيت الكلام ده كله، انا عملت حاجات عمري ما كنت بعملها. مش التفكير اللي في دماغك، مش حاجه سلبيه، لا بالايجاب الحمد لله. فالحمد لله ان انا خدت خطوات ايجابيه بسبب اللي حصل ده، وخصوصا يعني ان الحوارات دي كلها حصلت وانا داخل على رمضان. والحقيقه الموضوع غير من حياتي الصراحه، يعني رمضان اللي فات ده بالذات غير حياتي كلها. فنصيحه من اخوك، قرب من ربنا جامد وما تضغطش نفسك، الدنيا ايزي عادي، وازن بين دنيتك ودينك، بلاش دنيتك تلهيك يعني. بس وصلي على النبي. عملت كده ليه؟ بس واحد الله وصلى على النبي وسلام.